السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمال ودي ليندا بنتي آخر العنقود. هحكي لكم موقف محرج تاني حصل معايا. زي ما قلت لكم المواقف المحرجة اللي حصلت معايا كانت كتير قوي قوي قوي. المهم أنا اتجوزت وأنا في ثالثة جامعة. فأول ما اتجوزت الحمد لله ربنا أكرمني وبقيت حامل بسرعة، فانقطعت عن الحضور في الجامعة. وجيت بقى قبل الامتحانات قلت أروح أظبط أموري وأعتذر للدكاترة وأشوف اللي ناقصني واللي فاتني وكده. فانا كنت معروفه عند الدكاتره ان انا كنت من الناس اللي بتحاور وتناقش كتير، فكانوا عارفيني، بس كانوا عارفيني بالاسم بس، اسم وصوت، لان زي ما قلت لكم كنت منتقبه، فكانوا عارفين امال عرفه بالاسم والصوت. فبطني كانت كبيره كده شويه، فكنت فرحانه بيها قوي، وده احساس جميل قوي كل بنت بتحس بيه او كل ست لما بتحس بيه بتبقى طايره من السعاده وشعور الأمان. فقلت احط ايدي في ظهري بقى كده وامشي تعبانه ومش قادره امشي، ما انا حامل بقى من حقي. قلت لا بس عشان ما ابقاش مقفوره قوي يعني، فاروح عادي امشي عادي انا قادره امشي. فرحت الاول دكتور، فقلت له يا دكتور انا اسفه عن الانقطاع. قال لي طب انت مين؟ عرفته بيا وافتكرني بسرعه. فبيقول لي طب ايه اللي خلاكي تنقطعي عن الحضور؟ قلت له دكتور علشان ده، وشاورت على بطني. قال لي عشان ايه؟ عشان طلع لي الكرش؟ هو كل بنت يطلع لها كرش تنقطع عن الحضور؟ وكان في شباب وبنات واقفين قعدوا يضحكوا عليا بطريقه فظيعه، وانا مكسوفه جدا ومش عارفه ارد ومش عارفه ابرر ومش عارفه اقول له لا ده مش كرش، ده حمل. وخدت بعضي ومشيت، ما قابلتش حد تاني. وكان هو ده الموقف المحرج اللي حكيت لكم، اللي كنت عايزه احكي لكم عليه. باي باي، وهحكي لكم على حاجات تانية كتير المره الجايه. سموا لي متابعه.